السيدة اللي بعتت لنا رسالة خاصة جدا، بتقول: اسمعوا، الست المطلقة مش مكسورة الجناح، مش ملهوفة على جواز، مش ماشية على حل شعرها، مش مستنية شفقة من حد، مش غلبانة ولا ضعيفة ولا مستنية أي حاجة، مش خطافة رجالة، مش هتتكسف توقفك عند حدك يوم ما تفكر تتعدى حدودك، مش ماشية على حل شعرها، مش هترضى بأي حاجة والسلام، مش لازم ما تتجوزش غير أرمل أو مطلق أو فوق 50، مش هتخاف تتطلق تاني لو كنت زي اللي قبلك، مش ست درجة تانية، مش خايفة من الدنيا ولا من مخلوق إلا ربنا. مش الموضوع في إن أمال يعني اتطلقت ليه؟ مش لازم تكون اتطلقت، على فكرة ممكن تكون خلعته، مش معيوبة ولا ناقصها حاجة ولا عندها أي مشاكل، مش غيرانة منك عشان لسه متجوز، مش هترمي عيالها عشان تتجوز، مش مستنية من حد صعبانيات ولا مصمصة شفايف. متاخدة من الأيام وخايفة أشوفه صدفة، أجري عليه ولا أخاف، ما بقتش عارفة ظلمته ولا ظلمني، أنا ما بقتش شايفة غير إن البعد كان أريح كتير من القرب. متاخدة من الأيام وخايفة أشوفه صدفة، أجري عليه ولا أخاف، ما بقتش عارفة ظلمته ولا ظلمني، أنا ما بقتش شايفة غير إن البعد كان أريح كتير من القرب. هو الحاجات الحلوة 100 مليون وجع، كان طبعه قاسي لكنه برضه كان جدع. هو الحاجات أصدقائي في كل مكان، لسه بنستقبل تليفوناتكم، ومعانا تليفون من هو أخيرا النهاردة هيتكلم معانا في حلقتنا النهاردة. نقول ألو. الو، أهلا بيك، مين معانا؟ مع حضرتك محمد. أهلا بيك يا محمد معانا. محمد، قولي يعني، واحنا النهارده بنتكلم عن المجتمع اللي بيظلم كتير من المطلقات وبيعملها معاملة قاسية جدا، وكمان المشاكل اللي بتواجه السيدة المطلقة في المجتمع بعد طلاقها، وحتى وصمها بان هي لو اتجوزت هتتجوز مطلق او واحد فوق 50 سنة او واحد متجوز ومعاه عيال. ايه رأيك في موضوعنا النهارده يا محمد؟ هو انا شايف والله هي الفكره مش شرط ان هي عشان مطلقه ان هي تتجوز مطلق او ارمل او عنده اطفال او ايا كان. مش شرط تكون المشكله عندها هي يعني. بس هي دي كل الفكره، بلس ان طبيعي ان هو الطرفين بيبقى عندهم مشاكل. تمام. الطرفين بيبقى عندهم نوع من انواع عدم تحمل المسؤوليه مثلا. ليه المجتمع بينظر للسيدة المطلقة نظرة او بيعملها بطريقة مش كويسة او بيخليها تعاني في حياتها؟ هو ده المشكله، بس لان الى حد ما برضه المجتمع ايا كان مستوى التفتح اللي وصل له او المستوى الثقافه اللي موجود ده حاليا برضه لسه ما وصلش للمرحله دي، لسه ما وصلناش للنقطه دي. لسه ما وصلناش ان الست المطلقه عادي جدا زيها زي الراجل المطلق، ان هو ما هو الراجل المطلق لو هنتكلم عن الست المطلقه ان هي عندها مشكله او دايما المشكله منها هي، فهو برضه ممكن تكون المشكله جايه من الراجل. يعني الراجل المطلق برضه يبقى كمان هو كمان منبوذ من المجتمع، وان هو وحش وان هو عنده مشكله وان هو عنده نقص او ايا كان، او هو السبب في الحاجه دي كده، او زي ما حضرتك كنت بتقولي من شويه معيوب او ايا كان. يعني انت متزوج ولا لسه يا محمد؟ انا مطلق. انت مطلق عندك طب قولي يعني يا ترى اديت حقوق السيده اللي كنت متزوجها حقوقها كامله؟ لان في سيدات بيشتكوا جدا من الموضوع ده، قولي بصراحه. هو الموضوع بيبقى مختلف شويه لسبب لان حقوق الست في حاله الطلاق ده حقها، سواء يعني الحقوق الماديه او انت عملت كده بقى يا محمد؟ اكيد اكيد طبعا. طب يعني اصل ده مش حقها هي، ده حق ربنا. جميل جدا، جميل. انا محمد، هل لو تقدمت لاي حد بعد كده هيبقى عنده مشكله ان انت سبق ليك الزواج وانفصلت، ولا شايف الامور بتبقى عادي شويه بالنسبه للراجل؟ الى حد ما للاسف بتبقى عادي شويه للراجل وبتبقى مختلفه بالنسبه للست. أيوة. ودي حاجه مش صح. في اختلاف هنا في الموقف ما بين الراجل والست. طبعا في اختلاف، في تباين طبعا واضح جدا، ولازم الواحد يكون صريح في نقطه زي دي ان هو يقولها يعني.
هو دي حقيقة، دي مشكلة مجتمع، دي مشكلة تفكير، دي مشكلة ثقافة، دي حاجات كتير. مين اللي بيرفض بقى يتزوج بامرأة كانت مطلقة أو مطلقة؟ الأهل ولا هو الراجل نفسه؟ لا، في الغالب بيكونوا الأهل. الأهل هم اللي بيرفضوا. في الغالب بيكونوا ليه الأهل. بقى يا محمد من وجهة نظرك؟ والله شايف ان هم بيبقى ليهم تفكير تاني خالص. اللي هو انت ما عندكش مشكلة، المشكلة كانت منها هي. انت ليه، ايه اللي يخليك تاخد واحدة ليها سبق ليها التجربة اصلا. وطبعا بتبدأ تخمينات بقى، لا طب هي ليه اتطلقت، طب هي ايه اللي خلاها تفشل في الجوازة الأولانية، طب وهكذا اسباب كتير. مش ممكن يكون مش ضامن ان هي ممكن تكون برضو نفس المشكلة اللي حصلت او الفشل اللي حصل قبل كده يحصل تاني وهكذا. لكن الحقيقة يا محمد، يمكن لو كنت سمعنا من أول الحلقة وسمعت السيدات اللي تواصلوا معانا، هتعرف قد إيه هم عندهم إرادة وتحدي إن هم يكملوا حياتهم وإن هم يواجهوا المجتمع، بس المجتمع لازم يساعدهم على كده. أتمنى منك يا محمد ومن كل اللي بيسمعنا إنه يحصل تغيير جذري في نظرتنا للناس ونظرتنا في تعاملنا مع الناس، وخاصة السيدة اللي مرت بظروف قاسية جدا. اعتبر الظروف اللي مرت بأي سيدة في جوازها هي ظروف قاسية بكل المقاييس، واللي ما كانتش اتطلقت وفضلت ان هي تنفصل. اكيد طبعا انا متفق معاك في حاجه زي دي. واكيد برضه الراجل بيكون، يعني انا كصاحب تجربه بقول برضه ان الراجل زيه زي الست بيكون مر بتجربه صعبه، مش من السهل ان هو يتعداها في حياته. دي مرحله بيمر بيها بتكون صعبه عليه، ايا كان بقى سواء هو، بس الاكيد يعني الراجل بيمر بمرحله صعبه لما يكون المشكله مش عنده هو. بيبقى عادي جدا اختلاف في وجهات النظر، اختلاف في مستوى، اختلاف في حاجات كتير، اختلاف ثقافه. بس في مشكله بدات تظهر الفتره دي سواء عند الراجل او عند الست، وخصوصا في اجيال بدايه من مواليد الثمانينات لغايه. ايه بقى المشكله دي؟ المشكله هي عدم تحمل المسؤوليه. دي كانت من ضمن اسباب الطلاق. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عنها كتير يا محمد. دي حاجه انا شخصيا واجهتها، عدم تحمل المسؤوليه يا جماعه، دي مشكله. حريه المراه دلوقتي اصبحت مفهومها مختلف شويه. حريه المراه مش معناها ان هي ما يبقاش عليها اي مسؤوليات ولا عليها اي حقوق، لا هي ليها واجبات قبل حقوقها. اكيد لكن اكيد عليها واجبات وليها حقوقها لازم تاخدها. لكن برضو عليها واجبات، في مسؤوليه عليها، هي لازم تكون عارفه ده كويس وعارفه الاختلاف اللي بينها وبين الراجل. ما ينفعش نقول ان الراجل زي الست ابدا، في اختلافات، ربنا خلقنا كده بفطره كده، ما ينفعش نتعداها، ما ينفعش نتعدى نظام الكون. محمد انا بشكرك وبشكر مداخلتك معايا النهارده، واتمنى تتابعني يا رب دايما. عايز اقول لكل اللي بيسمعونا دلوقتي، يمكن ظروف اي واحده ست في جوازها تخليها تقابل صعوبات كتيره جدا، ممكن تخليها مضحيه بشكل كبير. دايما بنقابل في حياتنا مشاكل وظروف، واعتقد ان سيدات كتير عشان تحاول تحافظ على حياتها الزوجيه ممكن تضحي بحاجات كتير، لكن بنيجي عند نقطه معينه او بتيجي عند مشكله معينه يمكن بتنكسر فيها حاجات كتير. ووقت ما يكون فيه انكسار جوه اي واحدة بيبقى صعب ان الانكسار ده يتصلح، ومن الافضل وقتها لو هي قررت ان مفيش فايدة من حل الكسر اللي جالها في حياتها ان هي تنفصل. وقت ما تنفصل فهي انسانة حرة تقدر ان هي تختار بكل عقلانية حياتها اللي جاية. مش معنى كده ان هي معيوبة زي ما احنا قلنا، ومش معنى كده ان هي ترضى بأي حد، ومش معنى كده ان هي انسانة فاشلة، بل بالعكس يمكن تكون علشان هي انسانة ناجحة وقوية جدا فقدرت ان هي تاخد قرارها وتقدر قوي ان هي تعيش حياتها اللي جاية بشكل جميل جدا. واعتقد ان في رأيي الخاص ان هي ممكن تكون الاقدر على استحمال العيشة مع اي شخص تاني، وتتجنب فيها المشاكل والعيوب اللي حصلت في حياتها، وممكن تكون حياتها اللي جاية أحسن بكتير من اللي فاتت، وتسعد إنسان هي بالفعل ممكن تكون عايزة تكون معاه. هي وهي أسمى من هو، هي أجمل من هو. فترة إذاعية على الهواء لهي وهي.
معكم أميرة شايشة.